والفيلم المنتظر منذ سنتين، وبرضه هو الفيلم الأخير للسلسلة اللي فضلت معانا لمدة 30 سنة، وهو فيلم Mission Impossible The Final Reckoning. وتعرض لنا السلسلة الشهيرة سلسلة أفلام Mission Impossible بفيلم أخير، وهو زي ما لسه قايل لكم فيلم Mission Impossible The Final Reckoning. قصة الفيلم باختصاره من غير حرق، إيثان هانت اللي بيلعب دوره توم كروز بيكون في رحلة هو وفريقه انهم يحاولوا يدمروا ال AI اللي بدأ يستحوذ على العالم وبدأ يلعب في آراء الناس ويديهم معتقدات غلط. وال AI ده برضو معروف باسم انتيتي، وإيثان بيكون في سباق مع الوقت ان هو يحاول يدمر ال AI ده خلال 3 ايام بس. والفيلن الاساسي اللي عندنا المفروض في الفيلم ده هو جابرييل اللي ظهر في اجزاء قبل كده، واللي كان بيتم التحكم فيه من الانتيتي. واللي بيقوم بدور جابرييل هو الممثل إيساي موراليس. قلت لك بقى انا كده القصه بكل اختصار، خلينا نخش على الريفيو الاساسي وهيكون بدون حرق. بصوا، هو الفيلم كفيلم ستاند الون هو فيلم كويس جدا ممتع جدا، بس بالنسبة لفرانشايز ميشن امبوسيبل فهو من اقل الافلام من ناحية حاجات كتير قوي. خليني الاول اقول لك الكاست اللي معانا في الفيلم ده. معانا توم كروز بيقوم بدور ايثان هانت شبه بقيه الاجزاء، ومعانا هيلي اتويل واللي بتلعب دور جريس اللي هي المفروض بقى بقت حبيبه توم كروز من الجزء اللي فات، ومعانا فين جرامس اللي بيلعب دور لوثر، وسايمون بيك اللي بيلعب دور بنجي برضه كعادة الاجزاء اللي فاتت، وايساي موراليس اللي بيلعب دور جابرييل كالفيلن الاساسي، وبون كليمنيتيف مش عارف بنطق اسمها اصلا صح ولا لا، واللي بتلعب دور باريس اللي هي كانت الدراع اليمين لجابرييل وايثان هانت انقذها الجزء اللي فات. والفيلم من كتابة واخراج كريستوفر ماكويري. انا شايف ان في الجزء ده كريستوفر ماكويري كان خلاص زهق من السلسله، وكان حابب يعمل حاجه شبه التجديدات في الفيلم عشان الناس تتشد اكتر ويخشوه. بس من وجهه نظري التجديدات دي جت معاه بالسلب مش بالايجاب، علشان انت افقدتنا المتعه الاساسيه اصلا من افلام ميشن امبوسيبل، وهي الاكشن والاسلحه الجديده اللي كانوا بيستخدموها. ده غير طبعا الجزء اللي انت كنت بتلبس توم كروز والتيم بتاعه كله الماسكات اللي هي بينتحلوا بيها شخصيات ناس تانية. حرق بسيط قوي، الفيلم ده تقريبا ما ظهرش فيه غير مشهد واحد بس بالفكرة بتاعت الماسكات دي، ومشهد مدته على الشاشة اصلا ما كملتش مثلا الدقيقة ونص، ده بالكتير قوي الدقيقة ونص كمان. انت في مخيلتك ان انت التغييرات اللي انت عملتها دي كانت هتيجي بالايجاب والناس هتتشد اكتر للفيلم ويبداوا يتفرجوا على الفيلم تاني. وللمعلومه بس ميزانيه الفيلم ده مش عارف تقريبا 400 مليون دولار، والمنتج اصلا بتاع الفيلم ده هو توم كروز عشان هو بيحب السلسله دي فعلا. وتوم كروز من الناس اللي بتحب السينما جدا، يعني كنت شايف له فيديو من قريب لما كان مع جيمي فالن ولا مش عارف مين، طلع بيقول ان هو من كتر حبه في السينما وبيحاول يتفرج على كل يوم على الاقل حاجه في فيلم مثلا. فالراجل ده محب للسينما ومحب للسلسله دي، وهو فعلا اللي بيجذب المشاهد كل مره ان هو يخش الفيلم ده هي الاستنطات اللي هو بيعملها في الفيلم ده. يعني الفيلم ده كان فيه تقريبا استنطين هما اجمد استنطين يمكن انا شفتهم بعد مثلا لما كان في تقريبا في الجزء بتاع فول اوت لما كان بيطلع الازاز من بره، ده كان استنط برضه، ده ما فيش ولا استنط مان عمله ولا في افكس ولا اي حاجه، ده كان توم كروز. الفيلم ده اتشعلق في طياره هي وطايره ونزل غاص في مش عارف تقريبا في المحيط الاطلنطي تقريبا حاجه كده. وبالنسبه لمشاهد الاكشن، فالمشاهد الاكشن في الفيلم ده شبه منعدمه خالص، هما بالظبط مشهدين تقريبا، والمشهدين كانوا قصيرين نوعا ما ومش بمستوى الاكشن بتاع افلام ميشن امبوسيبل. فالفيلم بصراحه سلبياته كتير قوي عشان هو حاول يغير، بس كالعاده برضو ايثان هانت بينقذ اليوم. ما اظنش ان دي حاجه فيها حرق او حاجه، انت كده كنت متوقع ان ده هيحصل بما ان ده الجزء الاخير مش هيطلع يموت لك البطل اللي هو مش فيلم جون ويك. نيجي بقى للفيلن جابرييل تقريبا ما ظهرش كتير على الشاشه، او انا اللي ما حسيتش ان هو ما ظهرش كتير. ونسيت اقول لكم الفيلم اصلا مدته 3 ساعات الا 10 دقايق، انا ما حسيتش بالملل في ال3 ساعات الا 10 دقايق يمكن من ساعه مثلا لما شفت فيلم وانس ابون تايم من هوليوود مثلا. فالفيلم فعلا ممتع ومش هتحس بالملل. نرجع تاني لنقطه جابرييل، فجابرييل هو كفيلن انا حاسه اللي هو من الفيلنز اللي هو انتي هيرو مثلا. هو كان ينفع يعني شخصيته وتركيبته وظهوره على الشاشه هو انتي هيرو، هو من اللي هو بيعمله هو ممكن فيلن بس مش بيور فيلن. وانا كنت حاسس مثلا ان ممكن في الاخر يخلوه لك طيب او حاجه، بس لا هو خلوه لك ده الفيلن الاساسي. وانا بالنسبه لي الفيلن ده مش على قد الفيلنز برضو بتوع السلسله عامه. يعني انت كان عندك فيلن زي مثلا فيليب سيمور هوفمان اللي مات،
في الجزء الثالث من الافلام. فانت انحدرت بالفيلنز لدرجه توصلك ان الفيلن يبقى شكله عامل كده، حرام عليك بصراحه. والجزئيه بقى بتاعت التيم بتاع ايثان هانت، انا شايفها في انحدار من اول مثلا تاني جزء، مش تاني جزء بصراحه، يعني من اخر كام جزء نزلوا، من اول فول اوت كده لحد اخر جزء. انا شايف ان التيم بتاعه بينحدر كل مره. كان معاك في الافلام مين؟ جيرمي رينر، هنري كافيل، فيليب سيمور هوفمان، كل دي ناس كانت معاك تقيلة. انت وصل بيك ان انت معاك في الفيلم، يعني اللي معروفين في الفيلم كله هو توم كروز وسايمون بيج. ولو اعتبرت هيلي اتول معروفة حبة فده يبقى كرم منك. مثلا الحوار بقى والسيناريو، فهو الحوار بالنسبة لي شبه مش موجود خالص اصلا. الحوار ما بين الشخصيات قليل، وتملي في شخصية هتضحي، ولو تملي الشخصية دي هي ايثان هانت، وكل حاجة بالتضحية ومحدش بيسأله طب ليه. هو بيقول حاجة خلاص ماشي. الحوار ده موجود من زمان برضو، بس مفيش حوار اصلا في الفيلم. الحوار مش موجود. يعني السكريبت بتاع الفيلم ده يعني اللاينات بتاعته تتعدى على الصوابع. ويمكن بس الحاجة اللي شفعها لي في الفيلم ده هي الاخراج بتاعه والسينماتوجرافي. الفيلم ده فيه حبة كادرات، يعني كادرات تحسها كادرات مثلا بورتريه. هقول لكم مثلا زي ايه. ايثان هانت فيها جزء من الحرق، مش حرق بصراحه، هي ظهرت في التريلر، بس لما ايثان هانت بيبدا يطفو من البحر من تحت او المحيط من تحت، ويخبط في التلج من فوق، ويقلب لك هو الكادر، يخلي لك كأن ايثان نايم على التلج. اللقطه دي جامده قوي، وللعين حلوه قوي، كانت تحسها بورتريه. مش اللقطه دي وبس، عامه هو السين كله او السيكونس بتاع الغواصه واللي تحت المايه ده، السيكونس ده كله بالنسبه لي انا عجبني قوي. يعني يمكن مثلا عجبني اكتر من مطارده الطيارات اللي حصلت في اخر الفيلم. وتحس حتى ان السيكونس ده اللي فيه انتنس في الحوار، انت حاسس بقلق مع الموسيقى اللي شغاله من ورا، مع اللايتنج بتاع الغواصه، مع الكالر جريدنج، مع الكادرات اللي بيتاخد بيها الشوتات. لا الحته دي جامده قوي. انا يعني ممكن اكتر حاجه عجباني في الفيلم ده هي الاخراج بتاعه. وزي برضو ما قلت لكم ان الفيلم من ناحيه الملل، فالفيلم مش ممل مع انه طويل برضو. او المعلومه، انا دخلت الفيلم ده وانا ما كنتش متفرج على الاجزاء اللي فاتت بقى لي فتره كبيره، فانا داخل انا تقريبا مش فاكر اي حاجه من الاحداث. ولما الشخصيات بدات تظهر بدات اجمع اكتر من حاجه في الاجزاء اللي فاتت. تمام. تقييمي هو 7.5/10. وهل ده فعلا هيبقى نهايه سلسله ميشن امبوسيبل؟ ما اظنش. لو الفيلم جاب ايرادات ممكن هيقعدوا حبه ويرجعوا يعملوا جزء تاني، وممكن لو مثلا يعملوا بقى ريبوت للسلسله، عشان دي يعتبر دي كانت نهايه السلسله بالنسبه لتوم كروز. فلو هيعملوا لها ريبوت ممكن هيجيبوا شخصيه تانية، بس ساعتها بصراحه الافلام مش هتبقى حلوه زي ما هي كانت حلوه. بس لو عجبك الفيديو لحد هنا ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب، وتخش عندي على القناه تتفرج على في اي فيديوهات انت حابب تتفرج عليها، واعمل لي فولو على الانستجرام والتيك توك. وسلام.